ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ والله وحشني. بصوا، اللي يقرر يروح يعيش في دمياط، يستقر في دمياط، ده قرار الصح. مفيش كلام، ده قرار صح جدا 100%، متتراجعش فيه. لو انت عايش في القاهرة يعني والكلام وليك ناس في دمياط وفي إمكانية إن أنت تروح تعيش في دمياط، لا لا ما تترددش. ولو حتى تردد واحد. بيقولوا كده بلد الحلويات، بلد الحلويات والله. انت لو ضاقت بيك الدنيا انت هتروح راس البر، مفيش نص ساعة من بين دمياط وبين راس البر، نص ساعة بالظبط وتبقى في قلب راس البر. تعمل اللي انت نفسك فيه. يعني تصيف مثلا في الصيف، في الشتاء تروح برضه تقعد قعدة رومانسية كده انت وحبيبتك، انت ومراتك. فالدنيا ما شاء الله حلوة يعني، فالدنيا جميلة. مصر، انا بعشق مصر جدا، القاهرة. بعشق القاهرة جدا. بس المحافظات، العيشة في دمياط نفسها تختلف عن مصر بكتير، تختلف عن القاهرة بكتير في كل حاجة. يعني مثلا بالنسبة لي أنا مثلا قاعد في وسط أهلي، في وسط خلاني، ودي حاجة كان نفسي فيها من زمان. فالحمد لله أنا ربنا وفقني دلوقتي وبقيت في وسطهم، فده اللي أنا كنت عايزه. أنا مبسوط في العيشة في دمياط. فأي حد في مصر وليه حد في دمياط، وعايز مثلا يقرر بس خايف من القرار اللي هو ممكن ياخده، سواء غلط بقى او صح، يعني هو خايف اللي هو يروح يعيش في دمياط، اللي هو ما يعرفش يستقر هناك، ما يعرفش يعيش، ما يعرفش يتأقلم هناك. لا انا بقول لك ما تخافش. دمياط جميلة جدا، بلد الحلويات. لو دايت بيك الدنيا، جنبك راس البر، جنبك اللسان، هتعيش حلوة جدا في الشتاء. والله العظيم ثلاثة. بصوا يا جماعة، بصوا، في أحسن من كده؟ بالله عليكم، بالله عليكم، في أحسن من كده؟ في الصيف بقى تلاقي واحده جايه لك محل محشي، قاعده لك كده جنب الشط، وعماله ايه تاكل محشي، والشط يقول لك لا، هو في زباله ليه؟ هو في زباله على الشط ليه؟ ما هو منك ومن زيي ومن اللي زيك، جايبه حله محشي يا وليه، حله محشي يا راجل. طيب، شفتوا يا جماعه؟ بالله عليكم في احسن من كده؟ لو كلكم بقى، كلكم بالليل هنا كوم تاني خالص. الموضوع هنا بالليل احسن من دلوقتي، بجد والله. لا ده هنا يعني عايز اقول لكم يا جماعه، احلى استجمام. لا احلى استجمام. انا اصلا انا مش لاقي صيف. بقول لك انت جاي تصيف في الشتاء، لا انا مش لاقي صيف. انا جاي هنا اخد جوله كده، اخد جوله عشان خاطر الناس بتقول راس البر ساقعه في الشتاء. طب ما احنا في الشتاء اهو، وانا مشد، مش انا مشد كده. راس البر تحفه في الشتاء يا جماعه، تحفه. في احلى من كده؟ ده كان ريفيو سريع كده ليكم، واحلى استجمام ان شاء الله ليكم في الصيف. ان شاء الله تيجوا هنا تصيفوا. بس بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم بلاش حله محشي اللي انتوا بتجيبوها من البيت دي. اه والله. السلام عليكم.